الحلقة الأولى بعنوان ليلة الكارطة. البداية سهرة عادية في أحد ليالي الصيف بوينس آيرس، كيتجمع خوان سالفو اللي كيلعب الدور ديالو ريكاردو دارين مع صحابو في دارو باش يلعبوا الكارطة. الجو هادئ والضحك كاين، لكن فجأة كيبانوا أضواء غريبة في السماء بحال الشفق القطبي، وكيوقع انقطاع في الكهرباء. الناس كيبداو يتساءلوا شنو واقع. مع طلوع النهار كيبداو يتساقطوا رقاقات الثلج، لكن هاد الثلج ماشي عادي، اي واحد كيتعرض ليه كيموت في الحين. خوان وصحابو كيتخبوا في الدار، كيسدوا النوافذ وكيديروا اقنعه باش يحميو راسهم. كيكتشفوا ان الثلج سام ومصدره ماشي طبيعي بطبيعه الحال. التحول والتحدي. مع مرور الوقت كيبداو الناس كيتغيروا، بعضهم كيبان عليهم انهم تحت سيطره شي قوه خارجيه. خوان كيبدا يشك في لوكاس وكيحاول يفهم شنو واقع. النهايه ديال الحلقه مفتوحه. الحلقه كتسالي وخوان خارج من الدار كيشوف الشوارع خاويه وجثث مرميه، الثلج مازال كيتساقط والتهديد الحقيقي باقي ما بانش. تحليل وتفاصيل اضافيه ديال الحلقه الاولى. الموسيقى التصويريه كتزيد في التوتر وكتخلي المشاهد يحس بالخطر القريب. الرمزيه ديال الثلج القاتل كيرمز للخطر اللي كيجي من حيث لا ندري، وربما كيشير للغزو الثقافي او السياسي. الإخراج كيركز على التفاصيل الصغيرة بحال تعابير الوجه وحركة الكاميرا باش يوصل الإحساس بالاختناق والعزلة. توقعات الحلقة اللي موراها. مع نهاية الحلقة الأولى كيبان أن القصة غادي تتعمق أكثر، وغادي نكتشفوا المزيد على الغزو وعلى الدور ديال كل شخصية في هذه الكارثة. تشاو.